تعرف ايه انت عن السيرفر المصري عشان تقول عليه ايزي يا اسطى؟ بص، هو السيرفر المصري له مميزاته وعيوبه. خليني ابدا ليك بعيوبه الاول عشان الوحش بيجي قبل الحلو. عيوبه انك صعب تعمل وايب على حد متفكرهاش سهله، شبه السيرفر الخليجي تلاقي واحد ورا واحد دخلك وتمسك شوتجن وتوايب فيهم. انما في السيرفر المصري غير بقى، ده انت يومك اسود لو عارفوا انك لوحدك وعايز تعمل عليهم وايب. اول حاجه هيبداوا بالنيدات عليك ومتعرفش النيد جيالك منين، كل واحد في الشنطه بتاعته حاجه هيحدفها عليك. تاني حاجه بقى، هتلاقي واحد جاي من ظهرك وواحد من قدامك وواحد بيفلانك عليك من سنهوك، والاخير هتلاقيه نايم ليك وغالبا بيبقى عشوائي نازل معاهم. بص، هيعمل معاك واحد اندومي بالخضار رايق. تالت حاجه بقى، ودي اساسي في كل جيم، جماعه فيكتور بقى، لو دخلت جيم ومش لقيتهم معاك انت كده مصلي الفجر ومقبول منك ان شاء الله. دول بقى بتلاقيهم دايما في عماير سكول، لو زنقوا واحد في العماير ولا قاعد تحت ايديهم اطلع من الجيم على طول يا اسطى، عشان لو حاولت بس تشغل دماغك عليهم هيعملوا معاك واحد برضه. رابع حاجه بقى، سكواد كامل متكامل، واحد ماسك شوتجن وبيزو، والتاني اي كي ام وبيزو، والتالت دي بي اس واي كي ام، والرابع قاعد لهم ريكول معرفش ماسك ايه، تقريبا بيبقى ماسك بتاع الريكول. دول بقى بيلفوا في الماب تحسهم عصابه كده. دول بقى ما انصحكش تواجههم، حتى لو واجهتهم وجبتهم مره عاش عليك وكل حاجه، بس هتلاقيهم نازلين عليك تاني وهيعملوا معاك واحد بقى بالخضار. خامس حاجه بقى، المرتبطين بتلاقيهم دايما دو سكواد، وعلى الاغلب بيبقى مقعدها ريكول ودايما حازق في مكان انت ما تتوقعهوش، ولو كشفت مكانه مستحيل يبوش عليك، لا بوش له انت عشان يجيبك وهي تقوله عاش عليك يا بيبي، يقوم بتاعه يقف علالي في الجيم كله للشوتجن اللي معاه. يا صديقي متفهمنيش غلط وهاتك يدعك في السيرفر. اخر حاجه بقى، العشوائي، ويا سلام لو دخل معاهم بنت وكملت الجيم، بتلاقي كل واحد فيهم ماسك بتاعه سلاحه يعني، وبيقول لها تعالي معايا هكسبك الجيم، والتاني يقول له دي تبعي يا اسطى، والتالت يقول له دي تخصني يا معلم، وهي بتخش اللعبه في السيزون مرتين تقريبا. ويومك ابيض لو وقعتها نوك بقى، هتلاقي التلاته جم عاملوا معاك واحد من بتاع فارس العصب. الفيديو الجاي بقى اقول لكم مميزاته، لو عاوزين اكتبوا لي في الكومنتات.